جالي كومنت لطيف قوي بيقول لي ازاي استخدم التيك توك، ازاي استخدمه صح بغض النظر عن اللي بنشوفه اليومين دول من تكبيس وتحديات والجو ده. احب اقول له انا ما فهمتش يعني ايه تكبيس. يمكن دي تكبيس اللي هي حاجات كده، معلش انا قلت فاشن شويه. anyway لازم ابقى عارف انا داخل استخدمه ليه. هو انا داخل استخدمه عشان خاطر هو ده مصدر رزقي، ولا انا داخل استخدمه عشان انا بتعلم حاجه منه، ولا انا داخل استخدمه عشان خاطر اعلم الاخرين. انا كمنى رضا بتابع اكونتس معينه بيعلموني حاجات كتير جدا، سواء في المطبخ سواء في الكمبيوتر. عند الابل، مع اني ماليش في الفوتوشوب بس متابعه واحد بيعمل حاجات فوتوشوب هايل جدا، ممكن تكونوا عارفينه، علي هاسلر. بتابع ناس تتكلم على السكين كير، مع ان ده مش مرحلتي العمريه خالص، لكن في حاجات ممكن تكون اضافه لذهني. وساعات لما بتابع حاجات بيبقى برضو عشان خاطر لما العينين يجولي ابقى شايفه انه انا مواكبه اللي هم بيعملوه، عارفه بيتكلموا عن ايه. لكن ان انا النهارده ابقى ضحيه، مش عايزه اقول ضحيه، انا عبده للبلاتفورم، يبقى انت بتستحل العبوديه لنفسك تحت اسمها انها مش بشخص وانما ببلاتفورم. فانا طول الوقت لازم ابقى قاعد عليه، انا طول الوقت لازم اعمل اللي هو طالبه مني، انا طول الوقت لازم ابقى بنفذ الطلبات وبجري ورا الاهواء وعايز ابقى موجود وعايز ابقى الناس راضيه عني فانا ايه الفرق بين العبوديه؟ فانا بقيت عبده لجهاز او لاي نوع من انواع البلاتفورمز. الفكره كلها انه اي بلاتفورم عشان استخدمه، كتير مننا بيدخل تحت اغراء الاصدقاء والناس اللي بتتكلم على البلاتفورم ده، بس ما بنفكرش احنا لما دخلنا وبصينا مناسب لينا ولا مش مناسب، هيفيدني ولا مش هيفيدني. ممكن يكون مش هيفيدني، بس الاهم ما يضرنيش ان هو يدخلني في مقارنات وفي غيره وفي تنمر وفي عنف وزعل ومش مبسوطه من حياتي ومش راضيه عن امي وابويا ومش طايقه عيشه اهلي. الكلام ده كله ده تاثير السوشيال ميديا. لو لقطنا ان ده تاثير السوشيال ميديا لازم نعرف انه ابتدى يخلينا ما نعرفش نطور من نفسنا ونحسن من نفسنا، قد ما انه هو زنقني في الكورنر بتاع انا ضحيه، انا مغلوب على امري، انا ما اعرفش اعمل حاجه، انا مش قادره اقدم لقدام. ليه؟ لاني عماله ابص حواليا ومش ببص على طريقي انا المفروض امشي فيه ازاي. زمان كانوا بيقولوا القافله تسير والكلاب تعوى. اي حاجه مش مفيده بالنسبه لي حطها على الجناب وخليك مركز في طريقك، خليك مركز في انا عايزه ايه من البلاتفورم اللي انا بستعمله ده. انا مجرد عايزه اقضي وقت كده واسكرول، اوكي ده وقت في اليوم. وقت عايزه اتعلم واستفيد حاجه، في ناس معينه انا بتابعها. زي واحده مره من زمان دخلت عليا تقول لي انا بتابع واحده على السوشيال ميديا وشايفه ان هي كل اسبوعين في بلد معين وانا مش قادره اقوم من السرير. قلت لها ما هو متابعتك ليها هتزودك للاحساس ان انت مش قادره تقومي من السرير. انت ما تتابعيش الناس اللي هي ممكن تكون سافرت الرحله دي من 3 اشهر ولا من شهرين وبتنزلها دلوقتي توهمك انها في الحته الفلانيه. انت تتابعي الناس اللي تساعدك ازاي تقومي. انا النهارده مش قادره اقوم من السرير، هتابع الناس اللي بتديني بوزيتيف انرجي، بتديني طاقه ايجابيه، بتقول لي ازاي ابتدي بخطوات عشان اقدر اقوم واتحرك، ازاي ان انا ابقى احسن مما انا عليه. لكن لو انا مش قادره اقوم من السرير وببص لواحده فوق عماله تروح وتيجي، طب ما هو اكيد انا هحس بالدونيه، هحس بان انا قليله، هحس ان انا ضعيفه، هحس ان انا مكتئبه، هحس ان انا مش مبسوط. اختيار الماده اللي انا بتابعها بيلعب دور كبير جدا في المايند سيت بتاعي، احساسي بدماغي تشتغل ازاي واحساسي بذاتي شكله ايه. فاقدر اقول انا قويه في ايه وكويسه في ايه، ساعات اقول انا مش كويسه في كذا فاتعلمه بدل ما اقعد اتنمر عليه.